ربي يسعد لي اوقاتكم. اليوم حبيت اعمل اللبنه وفرجيكم كيف طريقتي بعملها. هي اللبنه بتنعمل على كم طريقه، يعني انا اليوم بدي اعملها طريقه كتير سهله وان شاء الله وتنال اعجابكم. في عندي محارم مطبخ هدول. بجيب محارم مطبخ وبجيب اللبن. انتوا بدكم تساووا اللبن بالبيت بدكم، انا بساوي دائما بهذا اللبن، بطلع اللبنه كاني عم تاكلي لبنه سوريا. هلا اول شي بنجيب محارم. عندي هون مصفاي. هلا حطيت محارم، طبقتين محارم بقلب المصفاي. احسن لكم الكيس، ريحة الكيس ما بنغسل بالصابون، طلع على الريحة رأسا المحارم هدول بنكبهم. هلا بنحط اللبن معه ملح ومي وبنفضيه. تقريبا بياخد معنا يعني على سطل بياخد معنا ساعتين وبتصفى بصير لبنة نظامية. هلا حطينا ملح وبحركهم هيك بهالشكل، بحط معهم مي. هلا انتو فيكم تعملوا سطل، انا فيني اعمل سطلين. انا بدي اعمل سطلين ونص، يعني قد الكمية اللي بدكم اياها اعمل. هلا حطينا اللبن. عندي هون مي، انا حطيت سطلين ونص، بدي احط مقابيلهم بشكل مي. هلا بنشيل المحارم من الاطراف وبنسكر عليهم، بنعيفهم لينزل المي منيح منه. بعدين بنحط عليه صحن صغير وبنحط عليه، بنتقل عليه، يعني بتحطوا عليه يعني شو عندكم شي تقيل بتحطوا، بدكم طنجرة صغيرة مع مي هون بيتقل. وكل ما كانت كمية اللبن أكثر بدها مدة أطول لتنشف، بس إذا سطل واحد يعني بساعة بنشف معكم، تاخذوا لبنة يوميا كل يوم بيومه. والله نصيحة، جربوا هالطريقة ما بتندموا. أنا جربت كتير طرق بس هاي الطريقة كتير حبيتها وعجبتني وحبيت شارككم فيها. وهلا هيك بعد ما نشفت اللبنة شوفوا شلون صار شكلها، ودعبلت هون مشان نفطر. عن جد طريقة كتير كتير منيحة، بلا لبكة الأكياس وبلا لبكة أي شي. حتى شوفوا قوامه، شفتوا يعني ناشفة مثل العادة، وفيكم تنشفوه أكتر كمان.